هحكي لكم على سفرية دبي وأبو ظبي كاملة، وده فلوج أول يوم. رحنا المطار وطيارة كانت 4 الفجر. بعد ما خلصنا التشيك إن دخلنا اللاونج نستنى الطيارة وناكل حاجة لحد ما جت أهم لحظة، لحظة طلوع الطيارة. طلعنا وفيديو السلامة بدأ يشتغل على الشاشات، والجو جوه الطيارة كان تلج جدا بصراحة. شوية على الساعة 5 الفجر كده تقريبا الفطار جه، وأنا معرفتش أنام فشغلت فيلم إكس لارج وقعدت أتفرج عليه. وده لحظة طلوع النهار، وشوية دبي بدأت تظهر. بعد كده وصلنا بالسلامة ورحنا على الأوتيل على الساعة 10:30 تقريبا بتوقيت دبي. اتسكننا على طول بصراحة، وده شكل الأوضة. احنا كنا نازلين في فندق نوفوتيل، هو 4 نجوم، وهو جنب المطار، وفي نفس الوقت جنب مول سيتي سنتر ديرا ومحطة المترو. والأوضة كانت لطيفة جدا وفيها كل حاجة بصراحة. اول حاجة عملناها ان احنا نزلنا المول عشان نشتري حاجة ناكلها، وعشان رحنا وقت الكريسماس زي ما انتم شايفين فتقريبا كل المولات والشوارع كانت متزينة بزينة الكريسماس. بعد كده نزلنا المترو وجبنا كارت الشحن بتاعه، لان التحركات هناك كانت بالمترو وبالباص زي ما هتشوفوا في كل الفلوجات الجاية. وبعد كده وصلنا محطة دبي مول، وده الطريق بتاع الممشى. احنا عشان نوصل المول نفسه كنا بنمشي في طريق ممشى كده بعد ما بننزل المترو عشان نوصل له. اول ما دخلنا دبي مول شفنا اول حاجة اللي هو مشهور بيها جدا اللي هي الووتر فول. بعد شوية بعد ما شفنا الووتر فول سألنا على الأكواريوم ورحنا اتفرجنا عليه، برضو كانت حلوة جدا. بعد كده رحنا برج خليفة. دبي مول وبرج خليفة يا جماعة زحمة جدا، زحمة الوقت بتاع شهر ديسمبر ده، لدرجة ان انا من كتر ما انا كنت متحمسة جدا عشان اتصور مع برج خليفة معرفتش اتصور خالص صورة حلوة من كتر ما الدنيا كانت زحمة. المهم استنينا شو النافورة الراقصة اللي عند البرج وشفناها وخلصنا اليوم على كده، وما صدقنا نروح عشان ننام عشان كان بقالنا تقريبا يوم بليلة مش نايمين. استنوا فلوج تاني يوم وهقول لكم رحنا فين وشوفنا ايه.